السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنشرح عن الداتا ستور. دي عبارة عن أنت مكان بتخزن فيه بيانات اللاعبين عشان مثلا لو خرجوا ودخلوا فتعرف البيانات بتاعتهم، حتى لو خرجوا تقدر تعيدها تاني. أول حاجة خلينا نبتدي، لازم نعمل أول حاجة سيرفر سكريبت. مينفعش تعملها في لوكال، لازم تبقى سيرفر عشان أنت بتتعامل مع البيانات دايما من ناحية السيرفر، تبقى أأمن وعشان اللاعب ميقدرش يتحكم فيها. فأول حاجة نستدعيها نكتب لوكال داتا ستور سيرفيس، نستدعي الخاصية ذات نفسها والميزة جيم دوت جيت سيرفيس داتا ستور سيرفيس. بعد ما جبنا الداتا ستور هنعمل مثلا عايزين بلاير داتا بتساوي داتا ستور جيت داتا ستور. هنا بقى نسميها أي اسم تحبه، ممكن مثلا نسميها زي نفس اسم المتغير بلاير داتا. احنا هنا استدعينا السيرفيس بتاعة الداتا ستور، من جوه الداتا ستور أخدنا بيانات اسمها بلاير داتا زي ما هو موضح في الصورة كده على الشاشة. فأول حاجة عايزين نعمل جوه الداتا ستور إيه؟ جيم. هتلاقينا كملنا على طول بلاير، بنقول البلايرز. أول ما بلاير يتضاف بنجيب البلاير، وبعد ما نجيب البلاير ممكن نعمل إيه؟ نعمل أول حاجة بس هنا بيانات افتراضية local default data، ممكن نعملها مثلا level بتساوي 16. يعني نخليها واحد. أول ما اللاعب يخش هيبقى بدايتنا عندها اللاعب ليفل اللاعب يساوي واحد، واكسبيرينس والاكسبي نيد عشان نلفل اللي بعديه، والسلاح اللي مع ستيك، وبيانات كلها افتراضية. فعايزين نضيف البيانات دي أول ما اللاعب يخش. فهنعمل مثلا أول حاجة بلاير لوكال سكسس وسكسس وإيرور بتساوي بيكول فانكشن. جوه الفانكشن دي هنكتب لوكال داتا بتساوي بلاير داتا set async. فعندنا هنحط الكي بتاعتنا مثلا نسميها داتا عادي، والفاليو بتاعتها الديفولت داتا. بس عايزين أول ما قبل ما نضيف البيانات الافتراضية دي نشوف عند اللاعب أصلا موجود عنده الداتا دي ولا لأ. بس معلش أنا غلطت، هنا المفروض نحط يوزر اللاعب. هنحط مثلا بلاير يوزر اي دي، وقبل ما اللاعب نخش نعمل أول حاجة لوكال، واحدة تاني برضو سات اكسس. بس هنا بقى هنعمل ايه؟ هنا بنجيب هنا جيت اي سينك وهنا سيت اي سينك. فهنا بيكون هنا بنستخدمها عشان نقدر نستخدم معاها الاي سينك. اي سينك دي زي ما شرحنا قبل كده، اي سينك بتتعمل في نفس الوقت بيشتغل مع كود. فممكن نشيل هنا من دي هنا كده، او دي ممكن نخليها هنا لو حبينا نرجع الداتا في يعني كده. دي لو نجحت هترجع لنا الداتا في المتغير بتاع الداتا اللي تحتيها سكسس، وهنا نخليها ايرور مسج عشان لو فشل ان احنا بنحط فيه البيانات بتاعت اللاعب يرجع لنا الايرور في المتغير ايرور مسج. ولو نجحت هتبقى في السكسس. هنخليها لوكال داتا عادي. هنعمل if success and data، يعني اللي فعلا عنده بيانات قبل كده. فمش هنعمل حاجة، نكتب مثلا print player has already data، يعني اللاعب قبل كده كان معاه داتا فعلا، مش محتاجين نضيف له بيانات افتراضية. ولو لأ نعمل else ونحط ده جوه. هنا بنقول لو اللاعب عنده داتا يبقى عليه عنده داتا، لو ما عندوش يعمل دي. ممكن نعمل هنا print save data مثلا. خلينا نجرب نخش نشوف. هنا جات لنا مشكلة داتا ستور نوت allowed، عشان احنا لازم نسمح بال HTTP request في اللعبة. فنيجي هنا ال UI الجديد بتاعت الرولك ستوديو ده غريب قوي. يعني ده مش عارف غريب. اكسبيرينت غيروا اسمها كمان اكسبيرينس سيتنج. وهنيجي عند البرميشن سكيورتي. نيجي عند سكيورتي allow HTTP request ونفعلها سيف. نخش نجرب تاني برضو.
اصلا enable studio access to API service، ونعمل سيف ونجرب تالت. وزي ما باين عندنا هنا بالماب layer has already data، عشان حاولنا كذا مرة فممكن أول ما أي لاعب يخش نمسح البيانات عشان نعيد من الأول. local وعشان نمسح داتا باختصار هنبقى نكتب layer data remove async، وهنكتب الكي بتاعنا اللي هو كان layer user data user id، ولو اتمسح فعلا خليه يطبع بلاير مسحت الداتا بتاعته. كده البيانات اتمسحت. نجرب بقى من أول وجديد أنا أضافه. معلش كنت عامل هنا غلطة غبية، احنا حاطين بيرس مش برنت أساسا. هنجيب برنت كده ونخليها جوه اف سكسيس، لو فعلا نجحت نخليها برنت سيف داتا. وزي هنا كده طبعت لنا سيف داتا. ولو حاولنا نخش تاني هيقول لنا بلاير هاز already data عشان يتحفظ قبل كده. ماشي، خلصنا الاتنين دول. خلينا كده دلوقتي افرض عندنا مثلا متغير جديد نخليه مثلا لوكال كوينز بتساوي 1. هنا عندنا متغير ده من نوع انتجر اللي هو رقم، ونيجي نخليها دي مثلا نعمل واحدة دي نسميها لوكال layer كوينز عملات اللاعب داتا ستور سيرفيس جيت داتا ستور كوينز، ونخلي الكوينز دي هنا عندنا بتساوي 1. فاحنا دلوقتي لو حطينا الكوينز بتاعتنا ب1 وحابين مثلا بعد ما عملناها 1 عايزين نزودها ل2، بس أولا خلينا نضيف قيمة 1 دي. هنخليها succeed. خلينا نجرب بس الأول نضيف 1. كده اتضافت معانا. لو احنا بقى دلوقتي حابين نزود قيمة 1 دي ممكن عندنا برضو إن احنا نزودها set async ونخليها مثلا 2، بس دي مش أفضل طريقة. عندنا حاجة ذات نفسها موجودة increment async من اسمها التزويد، بتزود لك رقم، ممكن نخليها على طول 2 هنا فكده اتزودت. لو جينا نجربها هنشوفها هتتزود لوحدها. ماشي، خلينا نخلص من دي كده. في حاجة شبه increment دي بس عندنا في الداتا، مثلا غيرت هنا الداتا دي، عايزين نشوف الأول ديفولت داتا دي. فلو جينا هنا خليها مثلا داتا prepare player data get async، هنجيب بيانات اللاعب بتاعنا اللي هو player دوت user id، ونخلي دي داتا عشان ترجع لنا الريتيرن دي، هترجع على الداتا على طول. بعد كده اف سيس واند وداتا، يعني في داتا عند اللاعب فعلا فعايزين نتبع الداتا دي. هنا طبعا هنا 1 layer data لأ، احنا كنا حافظين بريك اصلا، معلش خطأ فني. ماشي خليها 1. طب احنا عايزين نغير ال1 دي نخليها ابديت زي ما قلت كده، هنخليها ابديت. كده انت عندك 2 عشان تزود بيهم increment او ابديت async، بس الابديت async دي بتستخدم مع البيانات الكبيره مثلا زي كده. الانكريمنت دي بتستخدم بس لما مثلا يكون عندك متغير كوينز اللي هو عندك انتجر برقم 1 بس، ممكن تعمل داتا ستور الخاصه بيها اللي هي كوينز. هي عموما استخداماتها او فكرتها بسيطه او داتا ستور، بس من اهم الحاجات طبعا عشان مثلا انت عايز تحفظ ليفل اللاعبين وهكذا. وهنا طبعا اضافها لك لوحدها. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله بعد سنه، والسلام عليكم.